الاحصائيه دي فتحت باب مراهنات كمان، بتيجي تقعد مكان ماتشات اسبانيا كلها ما شفتهاش، بدات اشوف طبعا انت هتنسى الحته دي. كفايه اسعار التذاكر اللي وصلت لمليون ونص ومش عارف عاملين ايه. ايه معاكم؟ حلقه جديده بس مختلفه شويه. احنا نزلنا على الانستجرام زي ما انتم شايفين، قلنا للناس تتكلم عن نهائي كاس العالم، تسالنا او تقول لنا اي اراء، وجالنا كام سؤال يعني. بس احنا يعني عشان مده الحلقه وعلشان برضو في اسئله كتير متشابهه، فخلينا نقول الاسئله اللي جات لنا او الكومنتات اللي جات لنا ونحكي فيها يعني معاكم. عامل ايه يا كيمو؟ انا جميل الحمد لله. بسرعه عشان وقتي، لان عندي تصوير في برنامج تاني مع ابراهيم، ها؟ مع ابراهيم فايق. ربنا يكتبها لنا يا ان رب. شاء الله. طيب، كريم اندرسكور 77 بيقول لك موضوع شو الاستراحه ده لو حصل هيقلب النهائي لحفله مش ماتش. اه طيب هو الفيفا عامله حاجه السنه دي جديده طبعا، بجمله الحاجات الجديده اللي الفيفا عماله بتعملها وانفنتينو عمال بيخترعها، ان هو هيعمل حفله بين الشوطين. الحفله دي طبعا الناس قالت مفيش مشكله، هو في حفله قبل الماتش ب 90 دقيقه اللي هي حفل النهائي ده موجود في كل حته، بس الجديد ان في حفله في نص في الاستراحه ربع ساعه. هم بيقولوا ان هي تبقى من 25 ل 30 دقيقه الاستراحه اللي هي عشان الحفله. طبعا الارجنتين واسبانيا اعترضوا، اللعيبه هتبرد، اللعيبه اصلا الربع ساعه دي مدروسه ان هي الراحه الربع ساعه، اللعيبه بتنزل بتعمل فنت خفيف قبل ما تنزل الملعب، بدا الشوط الثاني لا انت هتقعدهم 30 دقيقه، ف 30 دقيقه دي هتحتاج تنزل 10 دقائق ربع ساعه احماء، يبقى انت دخلت في ساعه الا ربع بين الشوطين. فطبعا ده مش موجود. الفيفا ردت بايه؟ قال لك يا باشا اللي هيطلع من الحفله ال 30 دقيقه ده هيتحط في حاجه يعني مؤسسه خيريه تبع الفيفا كده للتعليم في العالم كله. ما اعرفش منكش ولا بجد يعني، بس الفيفا جابت لها مبرر، وغالبا يعني غالبا هنروح لان احنا ايه نخش في 25 دقيقه تقريبا استراحه بين الشوطين. يلا بينا اللي بعده. ماشي يا كيمو. مصطفى اندرسكور 98 مش عارف ليه الاندرسكورات كتير، لسه مستغرب ان اسبانيا وصلت النهائي بهدف واحد بس دخل مرماها. ده محلل، ده اسمه ايه؟ آه، مصطفى اندرسكور 98. 98 ماشي. مم. بص يا مصطفى، هي اسبانيا بتعتمد على، هي اسبانيا اولا مقدمه يعني اكلح بطوله كاس عالم اسبانيا قدمتها من سنين، ويورو كمان، يعني اسبانيا عمرها ما ظهرت بالمظهر ده. انا شخصيا ماتشات اسبانيا كلها ما شفتهاش، بدات اشوف من اول دور الثمانيه، لان انا حسيت ان هم ما بيعملوش حاجه وما بيقدموش حاجه، حتى ارقامهم بدري ما بيلعبش، لامين يامال ليه مساهمه واحده او مساهمتين طول البطوله، فما اعرفش ليهم اسلوب كده غريب. المهم لما اتفرجت عليهم على ماتش فرنسا، هم موتوا فرنسا اللي الناس كلها كانت خايفه منها. فرنسا ما شاطتش شوطه على الجون الا في الدقيقه 90 باين حاجه كده، طلعها كورنر الجون بتاعهم. فالفكره ان اسبانيا بتعمل حاجه يعني غريبه، بيمسكوا كوره، تمسك كوره كويس، وعندهم تكتيك ورا كده وصلابه دفاعيه غريبه، انا اول مره اشوفها اسبانيا بتعملها السنه دي. اسبانيا فعلا من دور ال 16، هي اسبانيا ما دخلش فيها الا جون واحد في البطوله، الجون اللي دخل اللي بلجيكا جابته. بلجيكا اسبانيا ما تشطش عليها شوطه اون تارجت من دور ال 16. الجون اللي بلجيكا جابته في دور الثمانيه الكره اصلا عامله ريفليكشن من المدافع، يعني هو مهاجم بلجيكا طلع حطها بالهيد خبطت في المدافع ودخلت، فما يعتبرش ان هو ده ايه شوت اون تارجت. فالموضوع مرعب جدا بالنسبه لخصوم اسبانيا، انك تحجم فرنسا بنجومها بخطوطها دي كلها، فانت حاله مرعبه. واحنا شفنا كده اصلا يعني اسبانيا ان هي ما يخشش فيها جون كل الماتشات دي، فانت هتشوف ممكن تشوف نهائي رخم، ممكن النهائي يوصل 120 دقيقه 0-0، الا لو حصل حاجه تانية ان الارجنتين معودانا عليها، فمش عارفين بقى ده يحصل ولا لا. السؤال اللي بعده. ماشي. احمد بي اندرسكور 10 مش يعني برضو اندر ماشي. سكور برضه. ناس غريبه قوي. الارجنتين بقت متخصصه في اهداف. ليه الارجنتين يعني؟ اهو دي يعني دي تكمله الاجابه، كويس ان هو سال. ما انا سعيد الارجنتين انك سالت السؤال. الارجنتين بقت متخصصه في اهداف بلس 90. الموضوع ما بقاش صدفه. ماشي. بص، مش احنا قلنا ان اسبانيا مرخمه ومكلحه؟ اه. صح، والخوف ان النهائي يوصل ل 120 دقيقه 0-0 مثلا ويخلص ضربات جزاء، وده هتبقى يعني دي اخنق حاجه ممكن جمهور الكره يبقى منتظرها، ان الماتش يخلص نهائي فرقتين كبار زي دول يخلص 0-0. فالارجنتين بقى على عكس اسبانيا، الارجنتين بيحصل فيها حاجه غريبه قوي مخليها تخلص في البلاس 90.
ان ميسي، شكرين يا بوب، ان ميسي بيجي في اخر ربع ساعه من غير ما حد يتكلم معاه. الكلام ده شفناه من يمكن من ماتش مصر، لان ماتش مصر ده من اكتر الماتشات اللي من قبل كده كمان. بتيجي تقعد مكاني. ان اكتر الماتشات اللي الارجنتين اتضغطت فيها واتلعب عليها كوره مساء الفل هو ماتش مصر. فميسي بيجي يعمل ايه اول ما بيحس بالخطر من غير ما حد يكلمه، من غير مدرب يوجه له حاجه؟ وسكالوني مدرب الارجنتين اتسال على الموضوع ده، قال لك انت بتوجه ميسي لناحيه اليمين او حاجه زي كده؟ قال لك لا، انا ما بقولوش اي حاجه، هو ايه على الاوتو بايلوت شغال لوحده. يروح ناحيه الخط وبيقوموا شاحنين منطقه الجزاء بالمدافعين ونص الملعب وارفع يا باشا وفرتك يا باشا. ولاعيبه الارجنتين بتقعد تفرك عشان ايه؟ العشر دقائق والربع ساعه الاخيره ده حصلت قدام كاب فيردي، حصلت قدام مصر، حصلت قدام السيمي فاينال. كان قدام مين؟ السيمي فاينال كانت قدام انجلترا. انجلترا. دايما يجي يعملوا كده، الارجنتين بتحس بالخطر، سكالوني يقوم عامل تغييرتين ثلاثه يفوق الدنيا، ميسي يروح على اليمين. هو السيناريو ده اللي بيحصل في الماتشات كلها، نفس السيناريو. ايه العلقه اللي كلتها انجلترا كلتها مصر كلتها كاب فيردي. فهم عندهم السياسه دي، وده مش غريب ان هم عاملين الارقام دي. الارجنتين جايبه 17 جون طول البطوله، منهم 8 من الدقيقه 76 ل 90. فتقريبا نص نسبه الاجوان في الوقت اللي ايه، اللي ميسي بيتجن فيه يروح على اليمين واللعيبه تهايبر. خش يا باشا. تي دوت ايه تامر من الاخر يعني 22 في الاخر. اول ما شفت اسم فنتشتش حكم النهائي حسيت ان في جدل هيحصل. ماشي، حلو. الحكم ده ليه رقم، يعني ايه ليه رقم؟ ليه احصائيه. الاحصائيه دي فتحت باب مراهنات. بس طب غير السؤال. طيب لا 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 لا، غير السؤال ايه؟ انا عندي حاجه في السؤال ده. ايه السؤال؟ ما اسمع بقى، ما انا بعمل تشويق. طب مستر كريم بيتكلم، اتفضل. ايه اللي حصل خلى موضوع باب المراهنات يفتح في اعلان اسم حكم النهائي؟ المراهنات حرام. المراهنات حرام، ماشي. اعمل اكس كبيره كده. علينا. كده ده. طيب، الحكم ده بيقول لك الحكم ده اخر 8 ماتشات نهائيات اوروبيه للانديه او للمنتخبات حكمها كان لازم يبقى فيه ضربه جزاء في النهائي، كان لازم بيحسب ضربه جزاء في النهائي. ده فتح باب المراهنات في ايه؟ اللي هو هيبقى فيه ضربة جزاء في النهاية. اللي هيبقى فيه ضربه جزاء في النهائي. فتح باب المراهنات في ايه برضو؟ ان مين اللي هيحط البلانتي الاولاني في النهائي. عمرو زكي. عمرو زكي. مفيش اندر سكور؟ لا هو عمرو ده زكي. انت قديم قوي يا عمرو، فين الاندر سكور؟ هو بجد الناس ممكن تدفع آلاف الدولارات في حتة من نجيلة الملعب. ده عشان عشان الفيفا عملت قرار كده، مش قرار يعني، حاجه دعائيه، حاجه تجيب دخل للفيفا. هم مش ناقصين اصلا، كفايه اسعار التذاكر اللي وصلت لمليون ونص ومش عارف ايه، وقعد في اخر الاستاد. تمام يا باشا. المهم، هو زمان يعني كانت دايما كده، لما نهائي يخلص فتلاقي اللعيبه رايحه بمقص كده، تقوم قصه الشبكه ويقول لك ده تذكار من النهائي من ارض الملعب وحاجات زي كده. حصلت في نهائيات كاس عالم ونهائيات دوري ابطال كتير. فالسنه دي بقى الفيفا قالت لك الملعب اللي هتقام عليه النهائي النجيله كلها تتقطع زي البسبوسه كده. تروح يا باشا، عارف تبر الوسطى، رايح لسامي سالم تقول له بس اديني قطعه من نجيله الفاينل. بكام يا باشا؟ بكام؟ 30,000 3000 كام؟ 3000. ب 3000 دولار. من 300 دولار ل 3000 دولار. خلاص، فهتروح بقى في صندوق شيك كده ازاز وبتاع، وهنبقى نحط الصوره. عندي صوره كده حلوه. ماشي. ماشي. ولا انا عايز اقول لك حاجه، انت ممكن تزرعها تزرع ايه؟ من نجيل. هنبقى نجيب نعناع وبتاع. ماشي يا عم، نعمل بقدونس. ماشي. المهم خلصنا مع حبيب عمرو زكي. الخاتم الذهبي. ايه الخاتم الذهبي ده؟ الخاتم الذهبي سعره خرافي. واضح ان الفيفا بتحب البهرج. ايه يا جدعان اللغه دي يعني مقاوله. اسمه ايه؟ استنى. وليد 3 سبعات. بص يا وليد، هي الناس دي جايبه الحاجات دي منين؟ بص يا وليد، اللي هيحصل ان بعد ما البطل او الفريق يعني يكسب ويطلع منصه التتويج وياخد كاس العالم وياخد الميداليات والكلام ده كله، اللي هيحصل ان كابتن الفريق اللي هو ايا كان بقى ميسي ولا اسمه ايه ده، رودري، هيطلعوا على المنصه وهم طالعين ياخد خاتم ذهب. الخاتم ده عليه لوجو كده وعليه شغل ذهب وكده، وبيبقى عليه اسمه ورقم التيشيرت. يعني بعد ما ياخد الميداليه والكاس
دي حاجه اللي هي متعارف عليها. الفيفا بقى ان السنه دي مخترع حاجه، هياخد خاتم تذكار. بعد الفاينل ال 30 بقى بني ادم اللي في البعثه بتاعه المنتخب ده هيتعمل لهم بقى كل واحد بمقاسه. هي الحاجه دي ايه، زي تذكار، كل واحد بمقاسه وبرقمه، هديه كده الخاتم ده مع الميداليه بتاع كاس العالم ومع ايه، مع الكاس. فده طبعا الخاتم داخل في 50,000 دولار الماظ ذهب، وهيتناقش بحاجه اسمها نانو ليزر كده اسمه ورقم الفانيلا بتاعته، بجمله البهرجه يعني. احلى بهرجه مستر وليد. مهم نروح لاسلام. اسلام يعني ماشي. النهائي ده في مواجهه غريبه، حامل الكوبا وضد حامل اليورو. مش فاكر انها حصلت قبل كده. عارف ده السؤال ده بقى مرتبط بايه؟ فاكر ماتش ارجنتين و... وايطاليا اللي هو كان اسمه في ايه؟ بنوري الناس ان احنا معانا فلوس. ماشي. فاكر ماتش الارجنتين؟ فاكرين ماتش الارجنتين وايطاليا اللي هو كان اسمه كاس اللانديسيما ولا فلانديسيما حاجه زي كده، اللي هو بطل امريكا الجنوبيه بيلعب بطل اوروبا. الكاس دي كانت اتعملت في سنه من السنين كده، 2020 باين، حاجه زي كده، لما ميسي كان الارجنتين كانت اخده كوبا وايطاليا كانت اخده اليورو، ولعبوا بعض والارجنتين اللي كسبت الكاس دي. فالناس فضلت، مش الناس، هي اوروبا والفيفا قالت احنا هنلعب الماتش ده تاني بين الارجنتين واسبانيا. اسبانيا اخده اخر يورو والارجنتين اخده اخر كوبا، ونلعب الماتش ده بقى، ورعايه واعلانات وفلوس والناس تتبسط. فالماتش ده اتكنسل من السنه اللي فاتت، حاجه زي كده اتكنسل. والناس قالت ليه يا جماعه، ده احنا حلم حياتنا نشوف ميسي بيلعب برشلونه والارجنتين وبرشلونه وكل البرشلونيه. قال لك ليه يا عم تقتل الحلم وبتاع. انا عن نفسي انا بحلم من فاينل ارجنتين واسبانيا ده من 2010. فالحمد لله ايه، بعد 16 سنه النهائي ده هيتلعب. ومن ضمن الحاجات برضه انا كنت قاعد مستني ماتش اللاندسيما ده اللي هو بين الكوبا وبين اوروبا، واتلغى. فالماتش ده جه لحد عندنا بالصدفه كده، بالقدر. الارجنتين اصلا كانت هتخرج كذا مره ووصلت للنهائي، واسبانيا ما كانتش مرشحه اصلا بعد اللي عملته في المجموعات، وايه، وصلت للنهائي. فدي من الحاجات الحلوه ان انت هتشوف ماتش بين ميسي اكس برشلونه مع الاجيال دي كلها يعني. في 5 لعيبه تقريبا من لمسيه في برشلونه متصورين مع ميسي هم صغيرين، منهم لامين يامال اللي هم محمين في طبق بلاستيك ومحمين من 20 سنه، يلعبوا دلوقتي في نهائي كاس العالم. بس احنا خلصنا الاسئله. لا والله العظيم. والله العظيم. بس يا جماعه والله شويه ناس متابعانا وشويه ناس عارفه وقاريه في الكوره ومعلومات. ايه ده، ايه الحلاوه دي. يعني كان معاكم حلقه جديده، وان شاء الله حلقه خفيفه يعني، وان شاء الله تتبسطوا منها. ان شاء الله ما نطولش عليكم. ما تنساش اللايك والشير سبسكرايب، فعل زر الجرس، ولو عندك كومنت قول يا رب ايه. السلام عليكم.